لديك قناة يوتيوب وتريد بيعها لأسباب إنسانية أو لأنك فقير أو لأنك تحتاج بعض المال. لذلك راح نعطيك في هذا الفيديو معلومات مهمة جدا لم يذكرها أحد. بحكم تجربتي وخبرتي في مجال اليوتيوب لسنوات، حنعطيك الإيجابيات والسلبيات فيما يخص بيع قناة يوتيوب. لذلك فنتمنى أن تركزوا معي، وسأتكلم باللغة العربية لكي يستفيد كل الدول العربية بإذن الله. لأنه تكلمت قبل قليل مع أحد المتابعات في هذا الموضوع، وجاءتني فكرة لما لا يعني هذا الموضوع أطرحه للمتابعين ويبقى في الأرشيف العربي إن شاء الله تستفادوا منه. لذلك ركزوا معي بإذن الله. أول شيء، قناة يوتيوب هي نوعان: قناة يوتيوب أساسية وقناة يوتيوب فرعية. باختصار، القناة اليوتيوب الأساسية التي تفتح لأول مرة، صفحتها لأول مرة تفتح من الصفحة الرئيسية، لأني تكلمت وحذرتكم أنكم تستعملوا قنوات يوتيوب أساسية لأنه فيها مشاكل كثيرة في نقل الملكية. أما القناة الفرعية التي تفتح من الجيميل الواحد قناة أخرى ثانية وثالثة، فهذه يمكن نقلها وبيعها بكل سهولة. إذا تفهمنا متفاهمين. الشيء الثاني، لازم نفهم بأنه قناتك في اليوتيوب إذا كنت أنت شخص معروف أو شخص تعبت على قناتك، نشرت فيها لسنوات، نشرت مدة 5 سنوات 3 سنوات سنتين، وأنت تنشر في محتوى خاص بك، خاصة إذا كان فيه ظهور شخصي لك، في هذه الحالة لماذا لا يجب أن تبيع قناتك؟ لأنه أول شيء هي ذكرياتك، لأنها أرشيف خاص بك، لأنه هذا أرشيف خاص بك، ولأنه أيضا في حالة الهجرة إلى أوروبا أو إلى بلد آخر ممكن يطلبوا منك إثبات عمل في موضوع الإنترنت. إذا كان عندك صفحة تحب يديروا إشعارات، تقول لهم بلي عندي صفحة ها هي. لكن إذا بعتها في هذا الحالة اللي ما عندكش دليل بأنه خدمت انت هذيك الخدمة، لذلك فبيع قناة هنا ما عندهاش فائدة لأجل المال. ثاني شيء، وهذه اللي حنركز عليها أكثر، أنه بيع القناة وفيها فيديوهاتك الشخصية، يمكن ذاك الشخص سيستغل فيديوهاتك للاحتيال ولتبييض أموال ولمشاكل كثيرة جدا. يعني يحتالوا على المتابعين باسم الفيديوهات تاعك وباسم الصور تاعك. أنا نشري قناتك ومن بعد نقول للناس المتابعين أنا عندي منتوج نبيع وكذا بالاحتيال بالصورة تاعي، فالناس راح تصدق لأنك بعت قناة فيها فيديوهات كثيرة حصرية، فهذا مشكل. لذلك راح تسبب لك في مشاكل قانونية مستقبلا، لذلك حذاري. شيء آخر، بيع القناة متعوب عليها من أجل المال، احتمال كبير جدا أنه هذا الإنسان يهكرك، لأنه 90% تم تهكيرهم أو سرقة أصلا قنواتهم بلا ما يخلصوهم، بمجرد نقل الملكية سرقوهم. تقريبا معظم القنوات اتسرقت بهذه الطريقة، لأنه لا يوجد وسيط، ولا الإنسان هذاك ما عندوش خبرة كيف ينقل القناة بطريقة صحيحة. الشيء الآخر، احتمال كبير جدا أن الإنسان هذا إذا أعطيته الجيميل، لأن الكثير منكم باع القناة بها بالجيميل، في هذه الحالة راح يديو لك الادسنس معاه وانت ما على بالكش. كاين ناس ليس لديها فكرة بأنه فتح الجيميل وقناة مفعلة الربح معها حساب ادسنس مفعل الربح، لأنه نفس الجيميل. لو كان جيميل مختلف ربما. لذلك فهذه مشكلة. ومشكلة أيضا نقل القناة وتوقيف الربح فيها مشكلة أخرى، لأنه ما عندكش خبرة. ثاني شيء، فتح الادسنس يفتح مرة واحدة في الحياة، فإذا انتبعت الادسنس تاعك أيضا دي حسابك بلي هذا الإنسان سيستعمل معلوماتك للأبد. وأحيانا الادسنس تطلب إثبات الهوية، أحيانا تطلب إثبات الهوية وانت هذاك الشخص سيبون باع القناة وراح. إذن فحساب الادسنس هنا معرض للغلق والحظر، لأنك لا تملك الهوية الصحيحة لإثباتها مرة أخرى، وهذا حدث في الكثير من المرات ويطلبها الادسنس الآن في البنوك. إذا تشري ادسنس غالي وفي الآخر ما تستعملوش، لأنه طلب إثبات هوية مرة أخرى. إذا راك في الريسك. وفي حال أصلا بعت له الجيميل، ديروا حسابكم بأنه الجيميل أو حساب جوجل فيه جميع معلوماتك، يعني حتى المكالمات الهاتفية، فيه الصور تاعك، فيه كل شيء. يعني يقدر الإنسان يخترقك بسهولة ويعرف كل شيء عليك ويستخرج كل شيء عليك. حذاري. لذلك فأنا مش نقول بحكم تجربتي، بيع القنوات يمر عبر ناس لديهم خبرة ويعطيك جميع النصائح اللازمة. أبسطها هذا فيديو تاعك،
تعبت عليه سنوات، من الأفضل تتركه في الأرشيف اليوتيوب. على الأقل كي تكبر، عندما تكبر تحكي للناس بأنك كنت صانع محتوى أو كنت تقدم في مواضيع ممتازة جيدة، وتفضل هذا هو الدليل. أفضل من أنك تبيع شيء من ذكرياتك وتندم غدوة لأجل المال، والمال هذاك يخلص. هذه الفكرة. الفكرة الثانية أنه فيها ريسك السرقة، التهكير، أشياء كثيرة. لذا باختصار بيع قنوات اليوتيوب أنا لا أنصح به نهائيا، يعني ما ننصحش به إلا للضرورة القصوى. يعني الإنسان جاع ما لقى واش ياكل، ما لقى واش يشرب، وعنده صفحة يقدر يجيب منها أموال الغالب. وديروا حسابكم بلي كاين ناس راهي تفتح صفحات وتبيع، تفتح صفحات وتبيع. لأنه البروبلم هنا في حالة ما إذا تم حظر هذه الصفحات لأنها تستعمل وتستغل في انتهاك القوانين جوجل، فسيتم حظر هذه القناة، ويتم حظر كل شيء كان مربوطا بها، من بينها الهاتف تاعك، الجيميلات اللي كنت مربوط بها تاعك، الأرقام الهواتف. معناتها احتمال كبير جدا عند بيع قناتك وتستغل لأشياء غير قانونية، فسيتم حظرك حتى من الهاتف تاعك رغم أنك أنت بعت القناة. لأنه جوجل لا تعترف بشيء اسمه بيع قناة، ما كاينش حاجة اسمها بيع قنوات. بالنسبة لها قناة يملكها شخص أو يملكها عدة أشخاص مدراء، أو تنتقل لشخص آخر باش يخدم بها. لكن بيع ما عندهمش معني بعت قناة، لا ما يشوفوهاش هكا. يعني يقدر الإنسان يبيعك القناة ومن بعد يبلغ جوجل بأنه تم تهكيره ولا سرقته ولا بأي طريقة. يعني في هذه الحالة صارت، لكن قليلة شوية لأنها صعبة شوية التطبيق تاعها. لذلك فما ننصحكمش أنك تبيعوا صفحاتكم وقنواتكم. ننصحكم أنكم ما نصحش الناس اللي تفتح في صفحات وتبيع صفحات تبيع، احتمال كبير جدا يتم حظركم وممكن يتغلق لكم الحسابات الرسمية. لذلك فأفضل طريقة هي فتح هاتف خاص ورقم خاص لفتح قنوات وبيعها. ما تربطوهاش بنفس الهاتف الأصلي، لأنه كاين ناس بزاف فتح قنوات بنفس الهاتف يعطيوها الأولاد يلعبوا، والأولاد كيضغطوا على الإعلانات ويديروا أمور غير قانونية في النقرات، ومن بعد كي يغلقوا لهم القناة يقول لي أمين أنا ما على باليش ولدي يقفل لي قناتي وما كيف يقفلها. الهاتف إذا عندك مشروع تاع قناة صفحة في التيك توك، هذا مشروع ما لازمش الهاتف تاعك يلعبوا به الأطفال، لازم تملكيه ولازم تقراي شوي السياسات وإرشادات المنتدى وسياسات جوجل. هذه باختصار جماعة. أي عندكم سؤال في هذا الموضوع باختصار ما تبيعوش قنواتكم، ما ننصحكمش إلا إذا كانت مبالغ كبيرة جدا، ولازم تمر على مختصين وسطاء باش ما يسرقوكمش ما يهكروكمش، لأن نسبة الاحتيال مرتفعة جدا خاصة في الدول العربية. لكن باختصار ما تبيعوش صفحاتكم، ما عندها حتى معنى، اخدموا عليها وطوروها وديروا لها سبونسور تاعها. إذا كاش حاجة ما فهمتوهاش ولا ما نطرقتش ليها اكتبوها لي في التعليقات لتحت هكذا. أنا المهم أي فكرة تجيني راني نهدرها، أي فكرة تجيني نحاول نسجلها فيديو مباشرة، لا مونتاج لا والو، هكذا باش ما ننساش. لأنه ضيعت سنوات بزاف، كنت نجاوب الناس في الخاص، ما كنتش نجاوبهم فيديو. سي بورسا المعلومة كنت دائما نكرر فيها، وكانت الناس ما تعرفش المعلومات منين تجيبهم. لذلك في اللي تبعني راح يفهم هذه الأشياء الجديدة بإذن الله. بالتوفيق للجميع، سلام.